اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوين. طبعا هنعمل اكله النهارده حلوه قوي، ومفيش بيت مصري اسمه ما بيعملهاش. إيه، هنعمل الكبد والقوانص بطريقة حلوة قوي. طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه، طبعا الجمال عدى الكلام، مش لازم ان اللي انا اقوله. هنا بقى حمرته جنبه بطاطس، بجد كان حلو قوي. تحسوا اصلا اللي هي داخله على كبده اسكندراني، مش كبد وقوانص بس، لا يا جماعه دي كبد وقوانص عاملاه بطريقه حلوه قوي. يلا بينا بقى نصلي على الرسول ونشوف عملنا الطريقه الحلوه اللي معانا هنا دي بقى ازاي. جبت طاسه وهضيف بقى قطعه سمنه بلدي بقى كده. بصوا بجد مخليه الكبده في حته تانية. ممكن تضيفي زيت او زبدة، بس ما تضيفيش الزبدة من غير زيت علشان الزبدة بتتحرق، لازم ان الاتنين مع بعض. وهنا بقى نزلت بالكبد والقوانص، كنت غسلاها كويس جدا ونقعاها في نص معلقة بن. هتقولوا لي بن؟ اه والله بن، القهوة بتاعتنا العادية. بجد بتشيل اي ريحة زفارة، بجد مخلية ريحتها حلوة قوي. طبعا غسلتها كويس ونقعتها، ممكن تنقعها نص ساعة ساعة على حسب الوقت اللي انتي هتعمليه، يعني هتاكلي فيه. إيه بجد الكبد والقوانص دي بيبقى فيه زي ريحة زفارة كده، بتبقى فيها على طول، بس البن بجد مش مخليها ليها اي ريحة خالص. وهنا بقى نزلت بنص عصرة ليمونة مع معلقتين من الخل، ضفتهم على بعض كده ونزلت عليهم بالكبد والقوانص. بجد مخليه طعمها، هي بجد كانت فظيعة حلوة قوي. وهنا يزون يا جماعة بصوا بيسلم عليكم، بيقول لكم ما تنسوش اللايك وتعلقوا بقى في الكومنتات كده وتقولوا لي تسلم ايديكي يا زوزة. وهنا بقى ايه، طبعا الكبد والقوانص بتنزل المية بتاعتها، وهنا بقى ايه، نزلت المية وهنزل هنا دلوقتي بمعلقة من الثوم. وهنا بقى يا جماعة كالعادة يا سكر زيادة، يا زون ابني يزن ابني رسم على وشه البهجة والسعادة، شفتوا بدلعه ازاي؟ انا هضحك معاكم يا حبايب القلب. وهنا بقى في نص المية كده نزلت بمعلقة من الثوم مفروم. ايوه، ما استنيتش مثلا ان انا انزل في الطاسة بالسمنة وبعد كده بالثوم، لا، انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم قوي. الثوم بقى مع الميه دلوقتي هيطلع ريحه حلوه قوي مع تشويحه الكبده كده، بجد في حته تانية. وهنا بقى يا حبايب القلب طبعا قطعت ميكس من الخضار، طماطمايه، قرن شطه، وقرن فلفل، وبصلايه، وقرن شطه احمر كده. بصوا بجد مخلي الطعم في حته تانية، فظيعه، مخليها سبايسي جامده قوي. وهنا بقى نزلت بالفلفل والشطه والبصل، هديهم تشويحة بس كده مع الكبد والقوانص. بجد الطريقة دي حلوة قوي قوي، عايزاكم تجربوها وتقولي لي رأيكم. يا رب يا حبايب قلبي يصلح ما بين ايديكم يا رب. وصلى على الرسول يا حبايب القلب. طبعا الصلاة على الرسول، ذكر الله حلو في كل حاجة. طبعا انتوا سامعين صوت يزن بيقول لكم ما تنسوش اللايك. وهنا بقى ايه، بقلب كويس جدا. هنا بقى عتلنا اقلب كده، ودلوقتي بقى هنزل بالطماطم وباقي الفلفل. ممكن تضيفي طماطمايه، انا ضايفه طماطمايه ومقطعاها شرايح صغيره، ومع البصلايه كل حاجه متقطعه شرايح صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا وهقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها. بصوا من تحت لفوق شقلب قلب كده، بصوا بجد في حته تانية. بجد كانت الريحه فظيعه، كانت قلبة الدنيا. نسيت اقول لكم بقى اللي انا بحب الكبد والقوانص متقطعه تقطيع صغير، مش بحبها متقطعه كبيره. انا بجيبها وبقطعها، انا اللي ببقى قصدي اقطعها قطع صغيره كده. في ناس بتحب تضيفها يعني الكبدايه بتقسمها على اتنين والقنصية على اتنين. شوفي الطريقه اللي انتي بتحبيها وضيفيها. وهنا بقى نزلت بالتوابل، معلقه من الكزبره، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل، معلقه من الثوم البودر، ومعلقه من البابريكا، ومرقة دجاج. بجد بتخلي الطعم في حتة تانية. وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها، شقلب قلب كده، بصوا من فوق لتحت ومن تحت لفوق. وطبعا ايه كل الخضار اللي انا حطيته ده طبعا هيخر المية بتاعته، هوطي عليها بقى وهغطيها. بجد عايزاكم تجربوا الطريقة دي مش هتندموا، طعمها مميز جدا.
ممكن بقى تاكليها جنب مكرونة وبطاطس محمرة، ممكن تاكليها جنب عيش وبطاطس محمرة وزيتون بقى وليمون والحاجات المخلل بتاعنا اللي يفتح النفس وشرايح طماطم وخيار. وهنا بقى خلصت معايا وغرفتها. بصوا الطبق بيتكلم عن نفسه، شايفين الجمال عدى الكلام، بجد كانت حلوة قوي، تستاهل التجربة منكم يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. انا بعمل الحاجات دي للبنات اللي لسه مبتدئة، وانا عارفة ان انتوا كلكم شطار. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. احلى متابعين في الدنيا، اشوفكم على خير في فيديو جديد.